بتبدأ حكايتنا بقاتل مأجور واسمه إينان، وجاي عشان يقتل الشخص ده. بيسأله مين اللي بعته، فبيقوله انت كده كده هتموت فمش لازم تعرف. بيسحب إينان سيفه عشان يقتله، بس بيظهر أشخاص مقنعين معهم سيوف، وبيقول الشخص اللي كان هيقتله إينان إنه كان مستنيه، وبيهجم عليه المقنعين عشان يقتلوه. بس إينان بيقتلهم في 5 حركات وما بتتهزلوش شعرة. بيتوسل الشخص ده لإينان وبيطلب ما يقتلوش وهيدفع له 10 أضعاف اللي خده، بس بيرفض إينان وبيقول له إن الكل هيموت في النهاية. وقبل ما يقتله بيقول إن عيلته هتنتقم له، وبيقتلوا إينان. بعد ما بيخلص بيحس إينان بألم في قلبه وبيروح للدكتور، وبعد ما بيكشف عليه بيقول له إن عنده انسداد في الوريد وقان في القلب، وبيقول له يتوقف عن القتال لو عايز يعيش لفترة طويلة وما يقربش من النساء. بيسأله إينان عن العلاج فبيقول له مفيش علاج غير عشبة مها النادرة. فبيحاول إينان يقتله، بس بيقوله إن سره كبير وبيديله علاج مسكن، وبيقوله ما ياخدش منه كتير عشان قلبه ما ينفجرش. فبياخد العلاج وبيمشي. بيروح إينان بالدعارة، ورغم تحذيرات الدكتور ليه بس بيقرب من البنت والباقي عارفينه. في نفس الوقت بيهجم ناس مقنعين على بيت الطبيب وبيعرفوا سره. بنروح لإينان اللي بيحس بحاجة غريبة، فبيبعد البنت عنه وبيحاول يمسك سيفه. بيتفاجئ بالبنت بترفع عليه السيف وبتقوله انها معجبة بيه، بس التمن على راسه غالي. فبيسألها مين اللي عينها، بترفض تقوله وعينها بتشع باللون الأحمر. بيفاجئها إينان وبيقطع عينها وبيهرب. بعد سنة في جبل جانج بنشوف إينان وهو نايم، وبيجي أطفال وبيسرقوا حاجته والسيف بتاعه. بيروح إينان عشان يدور عليهم، وبيقابل في طريقه واحدة بيضايقوها بعض الأشخاص، ولما بتطلب منه المساعدة بيسيبها ويمشي. ولما بيحاول واحد فيهم يضربها بيرجع وبيمسك إيده وبيقول له إنه هيديله فلوس يشتري واحدة غيرها. بس لما بيحط إيده في جيبه بيفتكر إن فلوسه اتسرقت، وبيقول لهم يستنوه هيجيب الفلوس وإنها مش حلوة. بس بيفكروه بيضحك عليهم وبيضربوه، بس إينان ما بيعملش حاجة وبيسيبهم يضربوه. بعد ما بيسيبهم بتاخدوا الست دي للبيت بتاعها وبتأكلوا وبيعجبوا أكلها، فبيطلب تاني. بيجي ابنها وبيقول لها ليه جابت متشرد على البيت، فبتكدب عليه وبتقول له انه كان بيتضرب وصعب عليها فجابته. وطبعا بطلنا بيتصدم من اللي قالته، فبيقول لها تحذر من المتشردين عشان ممكن يكونوا من مدمني الأفيون. ولما بيسألها إينان ليه قالت كده بتقول له انها مش عاوزة ابنها يعرف انها في خطر. وبعد ما بيخلص إينان الاكل بيشكرها وبيقول لها انه هيدفع بعدين، بس بتديله صحن وبتقول له يوديه على الترابيزة هناك. وبنفهم انها بتشغله بتمن الاكل اللي كله، وبيعجبها التوازن بتاعه انه ما وقعش ولا نقطة على الارض. وبعد ما بيخلص بتخليه يقطع الحطب، وهو بيقطع الحطب بيتعب فبيستريح شوية. بيجي الليل وهو لسه موجود، فبتقول له يبات الليلة عندهم وانه ما يحاولش يقرب لها. فبيتريق عليها وبيقول لها مش هيحصل ابدا، وبيسيبها ويمشي. وبيقول له ابنها انها طيبة وبتأكل الناس اللي زيه. بيسأله إينان بيقرأ ايه، فبيقول له بيقرأ رواية الريح والتلج والقاتل. وبيقول له ان حلمه يبقى قاتل مأجور ويقتل الأشرار بس. وبيقول له ان ما يقولش لأمه انه عاوز يقتل حد. بنشوف ماضي إينان وهو شاب وبيقتل عائلة بريئة وبيصحى مفزوع من النوم. بيجي الصبح وبيروح إينان لحد يعرفه، بيقول له إن عاوز حاجته اللي اتسرقت، فبيديله حاجته وبيسأله عن صحته. فبيقول له إينان إنه سمع إن عشبة ماها على جبل جانج وبيطلب منه يجيبها له وهيديله فلوس. فبيقول له إنه هيحاول يجيبها له، إن في قطاع طرق على الجبل وإن ما يعملش مشاكل ويعيش حياة هادية. بيروح إينان للست دي تاني وبيطلب انه يشتغل عندها، فبتوافق وبتعمل له اختبار وبتطلب منه يبتسم وهو بيقدم الطلبات. بس إينان ما بيعرفش يبتسم وبيحاول ابنها يعلمه بس ما بيعرفش. بنشوف حارس بيقول لقطاع الطرق انهم هيتعدموا بكرة وان دي اخر وجبة ليهم، وبيكبها على باب القفص وبيطلع حاطط لهم المفتاح في الاكل. بيفتحوا الباب وبيخرجوا ياخدوا سيف الحارس التاني وبيقتلوه. وبنشوف القاضي وهو بيعاقب المسؤولين عنده عشان قطاع الطرق.
وبيطلب من واحد منهم اسمه إيبانج يقرأ رسالة بتقول إن قاطع الطريق بيج دوتشي هرب من السجن وإن هو جاي الجبل جانج ومطلوب منهم يمسكوه حي. القاضي إنه هيقفل كل الطرق وبيقعد يهزق في كل المسؤولين، وأول ما بتدخل بنت اسمها سول بيقلب لخروف. بنشوف إينان والطفل بيبصوا لصورة قاطع الطريق وهما بيعدوا الكوبري. بيطلب الحراس من إينان البطاقة بتاعته فبيقول إنه سابها في البيت، فبيقول الحارس التاني سيبه يعدي وبيقول إنه الخادم في بيت الحساء، وبنعرف إن اسم الست اللي عندها إينان سيون هونج وإن اسم ابنها شيل بوك، وبيسيبه يعدي. بيتصاب شيل بوك بالحمى وبتقعد سيون تهتم بيه. بيسألها إينان جوزها فين، فبتقوله إنه اتقتل على إيد قطاع الطرق، إن في ناس بتبيع أطفالها عشان الأفيون. بتسأله بيشتغل إيه بس ما بيقولهاش. في الليل بيمسك شيل بوك إيد إينان وبيقوله بابا، وبيبان إنه بيهلوس. القاضي اللي بيبقى نايم وبيقوم يشرب مية بس بيتفاجئ باللي بيحط سيف على رقبته وبيقوله إن اللي أجره عاوز بيج دوتشي يرجع بأمان لعيلته، وبيهدده ان لو مرجعش بامان هيقتله هو وابنه. بيحكي القاضي اللي حصل لإيبانج وبيقول له إيبانج ان دوتشي اخو بايجا رئيس قطاع الطرق وانهم يعرفوا سيافين كتير والجيش بيخاف منهم. بيطلب القاضي المساعدة منه فبيقول له انه يسيب طريق من غير حراسة، وبتعجب القاضي فكرته. بنشوف واحد بيدخن حشيش وبيعجبه، بيدخل عليهم إيبانج وبنعرف انه متعاون مع قطاع الطرق وبيديله قاطع الطريق الأفيون بس ما بتبقى الكمية اللي طلبها. فبيقول له ان الزعيم هيديله الباقي بعد ما يوصل دوتشي، وبيقول له لو دوتشي مرجعش بسلام هيخسر كتير. بيعدي إيبان من على الجسر وبيعرف ان الحراس مش هيحرسوا الطريق ده. بتقول سيون هونج لإينان انهم بيقفلوا بدري عشان شيل بوك، بس بيجي 2 شكلهم مريب، بس واحد منهم بيتضايق انهم بيبصولهم وبيطلب منهم يضحكوا. مبيرضاش شيل بوك يبتسم، بينادي عليه التاني وبيديله فلوس عشان يجيب حاجة حلوة بس بيبقى عليها دم. بيطعنوا شيل بوك في بطنه، بيمسك السكينة وبيقول شيل بوك ان هو اللي قتل ابوه. بيشيله وبيحدفه على الارض وبيقول انه ما قتلش حد، وبتتوسل ليه سيون عشان ما يأذيش ابنها بس بيمسكها وبيخلي اللي معاه يمسك الولد ويقطع له ايده. وقبل ما يقطع ايده بيتصدى إينان للسيف بالسكينة وبيبعده عنه. بيستهزأ بيه الراجل ده فبيقطع له السيف وبيقتله. فبيسيب الراجل التاني سيون وبيجيب سيفه وبيهجم على إينان، بس إينان بيخلص عليه، واللي ضربه إينان في الأول كان لسه فيه الروح فبيخلص عليه. بيقول إينان لسيون بعد ما يمشي تبلغ عليه، فبتقوله لو بلغت هيموتوا كلهم وإن المسؤولين متورطين معاه. بنشوف إينان وهو بيحفر حفرة عشان يدفنهم. بيشكره شيل بوك بس إينان بيغضب منه وبيقوله ما يتكلمش في الموضوع ده تاني. بنروح للقاضي وإيبانج اللي بيقوله إن زمان بيج دوتشي مشى، وبيقول له ما تقلقش من حاجة وإن محدش يعرف باللي حصل. فبيهددوا القاضي إن لو قال حاجة هيندم. بيجي واحد لإيبانج وهو بيشرب شاي وبيقول دوتشي ما وصلش، وبيقول له المساعد بتاعه إنه ما يقلقش. بيروح إيبانج ياكل عند سيون هونج وبيسألهم عن بيج دوتشي ولو كانوا شافوه قبل كده، بس كلهم بينفوا إن كانوا شافوه قبل كده. وبيعرف إيبانج إنهم بيكذبوا عليه. بيقابل شيل بوك بيخطفه وبيحاول يستجوبه بس بيقول انه ما يعرفش حاجة. بيطلب إيبانج واحد شكله مريب يدخل يستجوب شيل بوك. بنشوفهم بيحفروا وبيطلعوا جثة بيج دوتشي واللي معاه. بيقول مساعد إيبانج انهم لازم يلاقوا الجاني والا هيقتلهم رئيس قطاع الطرق بايجا. عرف إيبانج ان اللي قتله يبقى إينان. بيروح إيبانج للراجل اللي راح له إينان في الاول عشان يجيب حاجته وبيسأله مين اللي قتل دوتشي. بيرفض يقول لهم. بيأمر إيبانج الراجل اللي معاه واسمه دالجي بيستجوب الراجل ده وبيتحاربوا هما الاتنين وبيفوز دالجي يقطع ايده، ورغم كده بيرفض يقول له مين اللي قتل دوتشي فبيهدده بالأطفال فبيضطر يقول له. بنروح لسيون وبتستغرب ان شيل بوك مرجعش لسه وبتبقى قلقانة. بتبقى هتروح تدور عليه بس إينان بيحس بحاجة غريبة وبيوقفها وبيروح يشوف في ايه.
بيخرج أتباع إيبانج وبيبقى هيحاربهم، بس إيبانج بيوقفهم وبيقول لإينان إنه عاوز يتكلم معاهم. بتسأله سيون عمل إيه في شيلبوك، فبيقول لها إنه بخير وإن المفروض يقتل كل شخص متورط في قتل دوتشي، وإن لو ما قتلهمش هيقتلهم أخو دوتشي بايجا، وبإن هو اللي بيمنعهم من النزول من على الجبل. وبيطلب من إينان يقتل رئيس قطاع الطرق بايجا، فبيقول له إينان يقتله ليه، فبيقول له إيبانج إنه هيجيب له عشبة مها، فبيوافق إينان. يجي الصبح وبيطلع إينان سيفه من المكان اللي مخبيه فيه. بتيجي سيون وبتترجاه ينقذ شيلبوك. بيروح إينان للراجل اللي اتقطع ايده، فبيقول له لو عاوز يقتله يقتله. يطلب منه يقول له على كل اللي يعرفه عن إيبانج، فبيقول له كل اللي يعرفه عنه إن إيبانج هو اللي بيبيع الأفيون، بيخلي الناس تتداين وبياخد أراضيهم ويبيعها، وبيبتز القضاة وبيخليهم عبيد عنده، وإن بايجا بيهدده دايما بإنه هيقطع الأفيون، عشان كده إيبانج عاوز يقتله. وبيقول له أنت متأكد إن إيبانج هيوفي بوعده؟ فبيقول له إينان إن ما وفاش بوعده هيقتله. بيروح إينان للجبل بعد ما بيديه إيبانج خريطة لمكان قطاع الطرق. بيروح واحد من قطاع الطرق لإيبانج وبيسأله عن اللي عمله، ولما بيعجبوش كلامه بيبقى هيمشي، بس دالجي بيقف قدامه وبيبقوا هيهجموا على بعض، بس إيبانج بيوقفهم وبيقول لقاطع الطريق إنه هيخليه رئيس قطاع الطرق الجديد، وبيوافق. وبنروح لبيت قطاع الطرق بنلاقي بايجا وستات بيشربوا أفيون، والستات مدروخين شكلهم كانوا عاملين دماغ حسبان والأجر على الله. بيوصل إينان وبيقتل كل الحراس اللي بره وبيخش أوضة الزعيم. بيفوق الزعيم وبيسأل إينان إن كان إيبانج هو اللي بعته، وبيقوم وبيقرب من إينان، ووسط ما هو بيتكلم بيطعن إينان بسرعة في بطنه. رغم كده بيضرب إينان بالروسية وبيرميه على الأرض، ويطلع السيف من بطنه وكأنه ولا حاجة، وبيهجم بيه على إينان وبيتفاداها. بيهجم عليه تاني بس ما بينجحش. بيهجم عليه إينان بس بيرفعه وبيرميه في الحيطة. حاولت أجيب لكم أهم أجزاء القتال. بيمسك إينان إزازة من الأرض وبيقطع أوتار رجله، ويمسك سيفه وبيقطع رقبته وبيهرب. بنشوف إينان وهو ماشي في الجبل وبيظهر قطاع الطرق وبيتلموا حواليه. نعرف إن إيبانج اتفق مع قاطع الطريق إنه يقتل إينان، إن هو قوي بس مريض وهيموت، وإن يؤمر رجالته يهجموا عليه في نفس الوقت. بيؤمر رجالته إنهم يهجموا عليه، بس إينان بيقتل فيهم واحد ورا التاني وبيفاجئهم كلهم بمهاراته في السيف، وبيمسك واحد وبيخوفهم بيه. بيأمرهم قاطع الطريق إنهم يهجموا عليه بس بيبقوا خايفين منه. بيرجع إينان يقتل فيهم تاني. بيحاول واحد يهرب بس دالجي بيخلص عليه وبيهددهم إن اللي هيهرب هيخلص عليه. بيفضل إينان يقتل فيهم لحد ما بيقتلهم كلهم، ولما بيحاول يقتل إيبانج واللي معاه بيقع في الأرض عشان أجهد قلبه جامد. بيقبض عليه إيبانج، والشخص اللي عاوز يقتل إينان بيبعت له قاتلة مأجورة عشان تقتله، وبنعرف إنها البنت اللي كانت في الأول وإينان قطع لها عينها. بنروح لإينان اللي بيبقى مربوط. بيجي الشخص اللي خلاه إيبانج يستجوب شيلبوك وبيقول إن إيبانج أمره يقطع كعب إينان عشان ما يهربش، وقبل ما يأذي إينان بيقول له إن قتل شيلبوك وإن ما كانش راضي يقول على مكانه، لو قال كان عاش. لما بيحاول يقطع رجليه بيضربوا إينان وبيثبته برجليه وبيعضوا من رقبته لحد ما يموت، ودالجي ما بيتدخلش. بيروح دالجي وبيحط مفتاح الأساور الحديد والسيف جنب إينان وبيقول له إن عاوز يتبارز معاه. بيفك إينان نفسه وبياخد سيفه وبيستعد عشان يواجهه. بيقول دالجي إنه هينهي القتال ب10 حركات، ما بيستمرش القتال كتير وبيقتلوا إينان. بياخد إينان جثة شيلبوك وبيمشي. بيروح بيه لسيون هونج اللي بتنهار على الأرض. بعدها بنشوفها وهي بتطهر جروح إينان، بتطلع كل الفلوس اللي كانت شايلاها وبتقول لإينان إنه يقتل كل اللي كان متورطين في موت شيلبوك، بس ما بيردش عليها. بيقعد إينان لوحده وبيفتكر لما كان بيعلمه ازاي يضحك. تاني يوم بيبانج جثة دالجي وبتظهر القاتلة المأجورة اللي عاوزة تقتل إينان. بيشربوا الشاي وبتقول له هيرجع لوحده، ولما بيسألها اللي عندها عاوز يقتل إينان ليه بتقول له إن القتلة مش محتاجين يعرفوا السبب. بيجي مساعد إيبانج وبيقول له إن قاطع الطريق واللي اسمه تشون سيوب جامع رجالته وعاوز يهجم عليهم، فبيطلب إيبانج المساعدة من القاتلة وبتوافق. بنشوف قطاع الطرق وهم بيحاولوا يكسروا الباب،
بيجي إينان وبيقتل فيهم كلهم وما بيسيبش واحد حي. ولما بيسمع إيبانج ايه اللي بيحصل برا بيأمر واحد يفتح الباب. بيلاقوا إينان بعد ما خلص على كل اللي برا وبياخد حبوب كتير من الدواء اللي عطاهوله الدكتور في الأول. وبنعرف إنه وافق يشتغل عند سيون مقابل عملة واحدة. بيأمرهم إيبانج يقتلوا إينان بس إينان بيقتل منهم كتير، فبتأمر القاتلة أتباعها يهجموا عليه. بيبقوا أمهر من التانيين بس إينان بيقتلهم. بتستخدم القاتلة عينها اللي بتشع باللون الأحمر بإنها تسيطر على الحراس وبتخليهم يهجموا على إينان ويثبتوه، بس إينان بيبعدهم عنه، ولما بيحاول يهاجمها بتوقعه على الأرض باستخدام قدرة غريبة وهي بتتكلم بتطعن إينان في بطنه. بس إينان بيمسك السيف وبيقوم وبيقتلها. حاول إيبانج يهرب بس بيقابل الراجل اللي قطع إيده. بيحاول إيبانج يهرب من الناحية التانية بس سيون هونج بتطعنه بسكينة. بنشوف الجثث اللي قتلها إينان وإينان بيخلص على كله وما بيسيبش حد، بس ما بيلاقوش جثة إيبانج. وبيطلع ان الراجل اللي اتقطع ايده بيحكي للناس قصة إينان وبيقول انهم كانوا فاكرينه مات بس بيبقى عايش. فبيسألوه إن كان إينان نجا وما ماتش، فبيقول إنهم حاولوا ينقذوه بس بيبقى جسمه بين الحياة والموت. بس الناس ما بتعجبهمش النهاية، فبيقول لهم إنها قصة حقيقية ولو عجبتهم يدوله فلوس، فبيسيبوه ويمشوا. بيجي إيبانج وبيسألوا عن إينان فبياخدوا مكان إينان، وبيطلع إن إينان اتعالج بسبب إن الناس بدأت تقدر تطلع الجبل ولقوا عشبة ماها. وبيسألوا إينان مين اللي عاوز يقتله، فبيقولوا إن لو ما قتلوش هيقولوا عن اللي عاوز يقتله. فبيرفض إينان وبيقتله، وبينتهي الفيلم على كده.